السلام عليكم. حكم شغلي كمحامي النهارده كنت في محكمة الخنجة، وحبيت النهارده كده استكشف المدينة والف فيها شوية، خصوصا ان انا عارف ان هي مدينة قديمة ويرجع تاريخها للعصر المملوكي. وهناك في شارع اللي هو الشارع الرئيسي او شارع السوق. الشارع ده تمشي فيه بتحس تقريبا كده اكنك ماشي في شارع المغربلين اللي موجود في منطقة الضرب الاحمر. بيوت قديمة يرجع عمرها ل 200 و 300 سنة، وممكن اكتر من كده كمان زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو كده بالظبط. منطقة الخنكة دي بناها السلطان الناصر محمد ابن قلاوون، اللي هو مشهور بحبه للفن والعمارة وهكذا وهكذا. ومعنى كلمة خنكة هي أصلها كانت خانقاه، وخانقاه يعني مكان العبادة المخصص للجماعة المتصوفة اللي ممكن يقعدوا فيه فترات طويلة ويباتوا، يكون هو مكان نومهم وأكلهم وشربهم وهكذا. وكان لما حد من الأمراء أو السلاطين بيحب يستجم كان بيروح لمنطقة الخنكة يستجم هناك مع الجو الروحاني اللي موجود هناك. وأشهر معالم مدينة الخنكة هو جامع السلطان الأشرف بيرسباي. السلطان الأشرف بيرسباي هو واحد من أهم سلاطين التاريخ المصري، وأهم حاجة حصلت في عهد الراجل ده هو فتح جزيرة قبرص وضمها للسلطنة المصرية. وده طبعا الجامع بتاعه من الخارج واضح ان المنطقة مفيش اهتمام اطلاقا بيها، ولا في اي اهتمام من الدولة بالمكان، برغم ان هو مكان اثري قديم جدا وعظيم وعتيق. زي ما احنا شايفين اهوت في الفيديو عيل كاتب معاذ ورضا على الاثر، وناس رامية زبالة جنب الجامع من بره، وحاجة قمة في العبث. دخلت الجامع، والجامع من جوه بقى تحفة، حاجة عظمة على عظمة على عظمة. بصراحة الناس القائمين على الجامع ناس في قمة الاحترام ومهتمين بيه جدا من الداخل، سيبك من اللي بره، بس من الداخل الجامع مهتمين بيه جدا ومنظفينه وحاجة. الجو النهارده كان درجة حرارة عالية جدا النهارده، بس جوه الجامع الجو كان جميل جدا. تخش دخلت خلاص انا بقيت قاعد في مكيف جوه. نرجع ليه الأشرف بيرسباي. الأشرف بيرسباي كان في زمنه كان في خطورة من القبارصة تجمع عندهم فرسان المعبد بعد هزيمتهم في آخر معاقلهم في الشام وهي عكا. بقوا متمركزين معبد والفرسان الصليبيين بقوا متمركزين في منطقة قبرص، جزيرة قبرص، وكانوا بيشكلوا خطر دايما على السلطنة المصرية. فالسلطان بيرسباي شن عليهم 3 حملات. ال3 حملات دولت بالتتابع كانت حملة صغيرة دخلت هجمت قرصنت على سواحل الجزيرة، والحملة الثانية كانت أوسع شوية، وبعدين الحملة الثالثة كانت هي اللي داخلة تغزو وتفتح الجزيرة، وقدرت إن هي تدخل العاصمة بتاعة قبرص وتأسر الملك القبرصي وتجيبه على مصر هنا مربط في السلاسل، ويتحط ونزل ركع تحت أقدام السلطان الأشرف بيرسباي. وكان السلطان الأشرف بيرسباي نادر إن هو في حالة إن ربنا كرمه ووفقه بفتح جزيرة قبرص إن هو هيبني المسجد ده في منطقة خانقاه سيرياقوس. والمنطقة أصلا اسمها سيرياقوس، فلما اتبنت فيها الخانقة بقى اسمها خانقاه سيرياقوس، وبعد كده بقى اسمها الخنكة. من أشهر من الحاجات برضك اللي اتذكرت فيها الخنكة أو منطقة الخانقاه في التاريخ هي واقعة حصلت قبل الغزو العثماني للقاهرة في زمن السلطان طومان باي. كان طومان باي وقت ما كان متولي نائب الغيبة في القاهرة كان بيقوم كان الكلام ده على لسان المؤرخ ابن اياس، كان بيقوم كل يوم بعمل دورية من القاهرة لخانقاه سيرياقوس، دورية عسكرية، عشان حتى إذا رآها العربان وحتى أن رآها العربان لا يظن أن البلاد قد خلت من العسكر. ده اللي قاله المؤرخ ابن اياس. هو قال كده عشان أو السلطان طومان باي عمل كده عشان يهدد العربان، يقول لهم خدوا بالكم البلد لسه فيها جيش يقدر يحميها في أي لحظة. وكانت بتعمل دورية من القاهرة للخنكة كل يوم. ويا رب أكون فدتكم بالمعلومة ديت، ويا رب يهتموا شوية بمنطقة الخنكة. السلام عليكم.